الترقيات قربت ولازم تشدوا حيلكم في الشغل. كم مره سمعت الجمله دي من مديرك؟ شديت حيلك في الشغل ولا برضه ما حصلش؟ اقصد يعني ما حصلش ترقيه. نعم، من النوع ده يعني ما تتحمقش قوي كده. لان للاسف معايير الترقيات مختلفه، بتختلف من شركه لشركه ومن بيئه عمل لبيئه عمل. يعني مثلا بيئه العمل التوكسيك. نعم. خلي بالك الشغل فيه توكسيك برضه. حضرتك اتحمقت قوي من شويه ليه؟ ما علينا. الترقيات هنا دايما بالواسطه، ومش لازم تبقى قريب المدير اللي هو ابن عمه مثلا، يعني ممكن تبقى مطبلاتي او عصفوره، المهم تكون تحت ايده. في بقى الترقيات اللي بالحب دي بقى، يعني بيختاروا اللي خفيف على قلب المدير عشان ما يصدعهمش ويقرفه، وتلاقي دايما سمعته مش ولا بد. انت يا زين ما اخترت، يا زين ما اخترت. وفي بقى الترقيه بالاقدميه. هنا بقى لما الشركه تبقى زي الحكومه ونرقي بقى بالاقدميه والدرجات، وده بيبقى من باب الاستسهال، اي حاجه ما فيهاش وجع دماغ. يا معلم، ده انا كنت مغفل قوي. استنى ما تتخضش، هتترقى. انا معاك يا معلم. هتترقى لو انت في بيئه عمل صحيه، لان انت هتلاقي فيها تقييم سنوي ومبني على اهداف لكل موظف، واللي هي طبعا من الجوب ديسكريبشن بتاعته، وبيتراجع كل كوارتر على الاقل. وفي حاله وجود اي وظيفه فاضيه بيتعمل اعلان يتحدد فيه الكرايتيريا المطلوبه، وبعد ما يتراجع المرشحين الاليجيبل بيتعمل اسسمنت سنتر، وطبعا بيتم اختيار احسن اداء منهم. الموضوع واضح للكل، ومن حقك تظلم في اي وقت لو ما حسيتش ان في عدل. وكده خلصنا الترقيات، بس من وجهه نظر الشركه، لان محدش بياكلها بالساهل.